في صالة فريهاند للفنون معرض متميز لفنانين عراقيين هامين هما مزاحم الناصري وأحمد إبراهيم الكرخي. اتخذت أعماله موضوعا واحدا هو الجدار. مزاحم الناصري واحد من أهم الفنانين العراقيين، له تاريخ مضيء في عالم التشكيل، مشارك في المعرض بلوحتين من القطع الكبير تبرزان الجدار بالطبع، الجدار كشاهد على الحياة اليومية، واستخدم تقنيات عديدة كالكولاج والألوان وغيرها، نفذهما بعفوية المعلم. أكو مقولة لبيكاسو يقول: عندما كنت صغيرا كنت أرسم مثل رافائيل، وعندما كبرت أردت أن أتعلم رسوم الأطفال. رسوم الأطفال بها العفوية وبها البساطة وبها يعني كل إرهاصات الطفل البسيطة ممكن أن يخليها بعفوية على الورق. الجدار يحمل كل ما يعني يتعلق بالإنسان من ذكرياته، من أي شيء، يعني ذكرياته هو صديقه هو صديقته أو ما شابه، يعني إضافة إلى أنه أنا خليت شيء بها مني أنا، خاطر لا تكون هي صورة فوتوغرافية فقط، يعني مو تسجيلية بحتة، يعني خاطر شيء مني أضيف، يعني القوس وقزح هو دلالة الحياة، السمك أيضا هي الماء والحياة، يعني هو جدار موجود في الشارع، تشوفه بالشارع، هو يحمل كل شيء، هو جدار، وأنا ضفت له الأشياء اللي ممكن أن تصير أجمل إن شاء الله على الجدار، الذكريات الجميلة اللي على الجدار أنا هذا خليته. وأما أحمد إبراهيم الكرخي فقد عرض لوحات من قطوع مختلفة، أبرزت هي الأخرى الجدار الذي مرت عليه عاديات الأيام وأثرت به وطبعته بأشكال لا يتوقعها أحد، يعبر من خلالها عن رؤيته للحياة، فيختزل فيها الأشياء وفيها تعبيرية كثيرة مع بعض التجريد الذي يتخذ مشروعيته من الطبيعة الأم التي تعتبر المرجع والمعين الأصلي له في علاماته المختزلة على الأقل. أحمد الكرخي هون قدم تجربة جديدة، وأنا بتصوري تجربة ناجحة، يعني رغم أنه معروف هو كفنان واقعي وعينه يعني كتير دقيقة وبتجيب مشاهد ومناظر كتير جميلة، فهون عمل تجربة جديدة. يعني هل هي دراسة لجدار أو أخذ جزء من جدار ودرسه حسب ما هو شافه، يعني يعني الحقيقة أنا شايف إنه في له يعني حس كتير خاص تماما، وبيلعب كتير بموضوع اللون، موضوع المادة يعني والنفور اللي على العمل بتلاقي يعني، وخامات متعددة، وفي شيء كولاج يعني، ولحتى في شيء شغلات يعني تشعرها يعني كولاج، اما هي مشغوله شغل ايد مرسومه رسم. وعندنا تجربه الاستاذ مزاحم الناصري، فنان معروف يعني على مستوى الوطن العربي، وصاحب تجربه كتير قديره، وفنان واقعي معروف كتير، فكمان يعني حول الموضوع نفسه اشتغل الشيء اللي شايفينه، يعني عباره عن هاللمسات الحلوة حطها، يعني شيء الحقيقة مذهل، يعني واقعية مذهلة، رغم انه اخذ جزء من جدار اشتغل فيه شغل الحقيقة لا يعني غير متناهي.